مرحبا أصدقائي، أهلا وسهلا بكم. فيديو جديد اليوم. الفيديو مالتنا خلطة بهارات البرياني. أتمنى أن تعجبكم الخلطة اللي راح أسويها. خلطة كلش طيبة، أتمنى تحبوها. طبعا هاي الخلطة سويتها تلبية لرغبة إحدى المتابعات، رادت خلطة البرياني لأن الخلطة اللي تشتريها من السوق كانت مو طيبة على حكيها، فهاي الخلطة اللي أنا أخذتها من العطار، أتمنى تعجبكم. وجينا وياكم طبعا لمكونات بهارات البرياني او خلطة بهارات البرياني، مثل ما وعدت صديقتنا بالقناة انه اسوي لها باسرع وقت ممكن. طبعا اعتذر منها بس لحتى جمعت المكونات. هنا مثل ما تشوفون مكونات بهارات البرياني. عندنا هنا الورد جوري، وبهارات الكبابة. هاي الكبابة تكون هذا شكلها، تقريبا تشبه الفلفل الأسود لكن شوية أكبر حجمها. طبعا راح نحتاج الهيل وجوزة الطيب أو جوزة البوة قسم يسموها، والقرفة أو الدارسين. وأيضا أكو مكون هنا ما موجود من ضمن هاي المكونات، وهو القرنفل. يعني حاولت انه القاه بشكل الخشن لكن ما لقيته، لكن عندي مطحون من عنده نفسه لان انا من زمان ما اخذته وطاحنته. مثل ما شفنا المكونات اللي صحيحه تكون بحجمها الطبيعي. طبعا راح نبدي نطحن هاي المكونات كل وحده على جنب. الورد جوري هذا اللي نستعمله احيانا بالتزيين الكنافه او البسبوسه او اي نوع من الحلويات، هو هذا النوع. الصينيين يستعملوا ايضا لنزلات البرد، يغلوه يشربوه كشاي. انا ايضا استعمله احيانا بنزلات البرد استعمله. طبعا بالاضافه مثل ما قلنا الى جوزة الطيب او جوزة البوة. هذه هسه راح نطحنها هنا. هذا شكلها من الداخل، هنا شويه انا بارشه من عندها، لكن هذا شكلها الصحيح. هاي تنكسر هذه، هسه اكسرها اشوفكم اياها، وتطلع بداخلها الجوزة. هذا الغلاف مالتها، واحد من يحركها يسمع صوتها. طبعا الدارسين ايضا راح نطحنه. هاي المكونات راح نستخدمها بمقاييس شوية مختلفة. اكو مكونات راح تكون مقاس كامل، واكو مكونات راح تكون نص مقاس حتى تنطينا اطيب خلطة بهارات. طبعا بالاضافة الى هاي المكونات اذا حبيتوها تكون حارة تقدرون تضيفون الفلفل الاحمر الحار اذا حبيتوها تكون حارة او حادة. طبعا هذا شكل جوزة الطيب، هنا كسرناها وهاي تطلع الجوزة اللي بداخلها. هاي جوزة الطيب او جوزة البوة او ما اعرف شو يسموها ببعض الدول. هذا الغلاف مالها بس ينكسر خشبي، يكون قاسي، وتطلع هاي بداخلها. هي هاي اللي تنطحن او تنبرش او تستعمل للمطيبات والعطور او يعني البهارات. نجي هنا للمكونات. هنا بعد ما طحناها هنا عندي مثل ما تشوفون انا استعملت هاي الملاعق الخشبية اللي هي قياس ملعقة كوب حتى تكون واضحة قدامكم. تقدرون تستعملون يعني قياس اكبر اذا حبيتوا الكمية اكثر بالتأكيد. احنا عندنا مثل ما تشوفون اصدقائي هنا المكونات المطحونة، مثل ما قلنا زنجبيل، جوزة الطيب، قرفة، فلفل اسود، ورد جوري، والكبابة. هاي المكونات تكون ملعقة كوب، مقاس ملعقة كوب. هنا مستعملة اني ونصف ملعقة كوب. هاي الملعقة الصغيرة تطلع قياسها نصف ملعقة كوب، نصف هاي الكمية من الهيل والقرنفل. هسه هاي هي المكونات. طبعا تجهزون علبة فاضية نظيفة ومعقمة مثل ما نشوف، ونبدي نخلط هاي المكونات اللي استعملناها
هنا للبهار البرياني مثل ما قلنا أول شي حطينا ملعقة كوب من الزنجبيل، وملعقة كوب من جوز الطيب، ملعقة كوب من الدارسين أو القرفة، هنا عندنا نصف ملعقة كوب من الهيل، وعندنا هنا فلفل أسود، وعندنا هنا القرنفل اللي هو نص ملعقة كوب قرنفل، وعندنا هنا الورد جوري الأحمر بدأ تشوفون لونه على حمار من ينطحن، وعندي أخيرا الكبابة، وإذا حبيتوا يكون حار يعني بنكهة الحدادية أو الحرورة ممكن تخلون أيضا ملعقة كوب أو نصف ملعقة كوب حسب الكمية اللي تحبوها من الفلفل الحار المجروش. هنا المواد كلها جمعناها، طبعا ريحتها بينت وطلعت الريحة بمجرد انه خلطناها، وهذا شكلها ولونها وريحتها طبعا يا سلام. طبعا انا يعني كاضافه من عندي احب ازيد نسبه الكبابه، يعني حسب انتم ذوقكم، بعد اذا تحبون تضيفون نسبه الكبابه لها ايضا تنطيها فد نكهه شويه اقوى، يعني بس شكل يعني نص ملعقه كوب زياده، يعني ممكن ما تحطون ملعقه كوب كبابه حطوا ملعقه ونص، وشوفوا النكهه والطعم شلون يتغير، وكلش طيبه وكلش شهيه. اتمنى ان تحبوها وتعجبكم. طبعا انا هاي الخلطه علمني اياها العطار، رامي العطار، هو اللي اتسوق منه دائما بهارات البرياني او البهارات كلها اللي اجيبها من العراق اخر زيارتي له، ويعني طلبت من عنده انه يعلمني الوصفه، لان احيانا واحد يخلص البهارات اللي عنده اللي ماخذها فيضطر انه يستعمل بهارات مختلفه، لكن نكهتها ما تطلع طيبه مو مثل البهارات العراقيه مالتنا. فبهذا الشكل انه هو انطاني هاي المقادير وعلمني على الطريقة. طبعا اللي عايش بالموصل، اللي عايش بأربيل، هو عنده أفرع ومحلات بأربيل، بالأربيل بسوق اللنقة، وبالموصل موجودة بالمثنى وبالزهور. بهذا الشكل انتهينا حبايبي من فيديو اليوم اللي هو بهارات البرياني. أتمنى أن تعجبكم تحبوها وتكون يعني لذيذة بالنسبة لكم أيضا.